التساؤل اللي غنطرحو هو كيفاش غنلعبوا المقابله ديال بلجيكا. كيفاش غنلعبوا المقابله ديال بلجيكا؟ هذا تيتطلب انه نديروا واحد القراءه في المباريات اللي سبقوا. خدينا الان فكره على المنتخب ديال كرواتيا، خدينا فكره على المنتخب ديال كندا، وخدينا فكره على المنتخب ديال بلجيكا. المنتخب ديال بلجيكا اللي هو الخصم ديالنا القادم في المقابله ديال المغرب بدون شك غيكون تيفكر بانه الفوز في المقابله تيعطيه التاهل، هو الفريق الوحيد اللي بامكانه يتاهل منذ المقابله الثانيه. بالنسبه للفريق الوطني المغربي لا اعتقد بانه الجمهور بقات عنده نفس النظره ديال انه نديروا مقابلات ايجابيه مع بلجيكا ومع كرواتيا وننتصروا على كندا، لان هذه الكلمه ديال الانتصار على كندا صبحت الان يعني ماشي شي حاجه اللي هي مؤكده 100%، لانه العرض اللي قدموا المنتخب الكندي خلى الجمهور يشوف بانه باقي تنتظرنا مقابلات اللي هي صعيبه. وما تنظنش بانه المدرب وليد الركراكي والطاقم التقني ديالو كانوا عندهم نفس النظره للمنتخب الكندي، على اعتبار انه الفريق الكندي مجموعه من اللاعبين اللي تيمارسوا في بطولات اوروبيه، وبالتالي فهو من الفرق الجيده وتبتات المقابله على انه فريق جيد. طيب شنو هما السيناريوهات؟ حيت السيناريوهات هما اللي غيحدوا الطريقه ديال اللعب. السيناريوهات غير باش ما ندخلش في العمليه ديال الا ربحنا اش غيديروا هادو اش غيديروا هادو، حيت هاد العمليه غتخرج لنا النتيجه ديال المقابله في حاله التعادل او الفوز او الهزيمه لا قدر الله. عندنا 9 ديال الاحتمالات، وحتى احتمال ما تيقصي وحتى احتمال ما تيأهل، ولكن هناك تفاوت. كاين الاحتمالات اللي تتخليك انك المصير ديالك يكون بين يديك في المقابله الثالثه، وكاين الاحتمال اللي تيخلي المصير ديالك مرتبط بالنتائج ديال المباريات السابقه. حنا بالنسبه لنا احسن سيناريو هو نفوزوا في المقابله ديالنا مع بلجيكا، وكذلك تفوز كرواتيا. هذا هو احسن احتمال. علاش؟ لانه غندخلوا في 4 ديال النقاط، و4 ديال النقاط اللي عند كرواتيا، وغتكون خرجت كندا من السباق. هذا هو احسن سيناريو. واش يوقع لا ما يوقعش هذا شكل اخر، لعلما بانه حنا غنلعبوا المقابله حنا الاولانيين، وهذا في حد ذاته يمكن ايجابي بالنسبه لكرواتيا وكندا، ان غيكونوا عارفين النتيجه وغيعرفوا يعني الاتجاه فين تمشي فيه المقابله. اهم شيء بالنسبه للمدرب شنو هو انه المصير ديالو في المقابله الثالثه يكون بين يديه، ما يكونش متعلق بالنتيجه ديال المباراه الاخرى اللي غتلعب في نفس التوقيت. هذا هو احسن شيء. اذا في هذه الحاله هذه خصنا نربحوا المقابله الاولى، او خصنا نلعبوا باش نربحوا المقابله الاولى، والا ما تمكناش من ربح المقابله على الاقل نهيوها بالتعادل. انما باش يمكن لك تأهل لابد لك على الاقل من 4 ديال النقاط. الا ربحتي بلجيكا خصك نقطه مع كندا، وإلا تعادلتي مع بلجيكا خصك 3 ديال النقاط مع كندا. هذه مساله لا نقاش فيها. طيب الا بغينا نربحوا بلجيكا شنو خصو يدار؟ الا بغيت تربح بلجيكا خصك تلعب حس هجومي مع الاحتياط. هذا هو الواجب باش تلعب مع حس هجومي مع فريق اللي الميزه ديالو الاساسيه الحملات المضاده. شنو هذا يخليك؟ غيخليك تلعب بحذر، واللعب بحذر ما يخليكش انك تهاجم 100%، لانه الا جيتي تهاجم 100% غطيح في الفخ ديال الفريق البلجيكي انني اعطيني اللعب الحملات المضاده. وهم هذه الحملات المضاده تيلعبوها بشكل جيد. كراسكو تيمتاز بالحملات المضاده والسرعه بالكره، تيمشي بها 30 حتى ل 35 متر. دو بروين كذلك تيبغي يمشي بالكره، ولما تيبغي مره حتى هي ب 30 40 متر، بحيث انه في 3 ديال التميرات تيكونوا عند المرمى. الاكثر من هذا هو ان كورتوا اللي هو الحارس ديالهم حتى هو تيلعب برجلو مزيان، وتيكون هو اول مهاجم في الحملات المضاده. وشفنا في ريال مدريد شنو تيدير، التميرات ديالو تكون ذكيه عشان انه تيقرب يلعب بشكل كبير. اذا كيفاش نوفقوا بين انه بغينا نربحوا ونحتاطوا؟ راه هذا هو الاشكال، وهذا هو الدور ديال المدرب. شكون هما اللاعبين اللي غيوظفوهم؟ بجوج ديال الحاجات: نوظفك انك تهاجم، ونوظفك انك تدافع وما تغامرش. الا حنا غنبقاو نطلعوا حكيمي والمزراوي الا كانوا غادي يشاركوا، لان باقي ما عارفين شيء يعني الاحاديث كثيره، المهم او
عطيت الله اللي دخل فيهم خصو يهاجم ولا يرد البال. خص الاحتياط مثل هذه المقابلات، خصوصا لما تلعب مع فرق واخا النجوم ديالهم ما حاضرين شيء بشكل كبير في الامكانيات الفنيه والبدنيه، ولكن تيبقى لاعب بامكانه بتمريره ولا جوج يمكن يخلق كما داروا مع بلجيكا، كما داروا مع كندا، كره وحده في تمريره في الوسط سجلوا بها هدف وانتهى كل شيء. اذا انا بالنسبه لي خص لابد من التوفيق بين البحث على الانتصار والاحتياط من القوه الكبيره ديال بلجيكا، وفي حاله ما اذا ما تمكنا شيء من الفوز لانه احسن حل، يعني حتى التعادل تيخدم المصالح ديال الفريق الوطني، على اساس انك في المقابله الثالثه خصك تنتصر. غير احسن شيء هو انه المصير ديالك يكون بيديك، اصعب شيء هو انه دير نتيجه سلبيه ويبقى داك الاحتمال الى ربحنا كندا وتعثرات كرواتيا واش داروا كرواتيا وننتظروا شنو غيديروا، تنتمنوا بلجيكا ان تربح كرواتيا. هذه الحسابات هي اللي شويه صعيبه. اذا العمليه ماشي معقده، العمليه بسيطه. اذا الطريقه باش غادي يلعب وليد الركابي هذه المقابله هذه طريقه فيها يعني تفكير كبير، وفيها يكون فيها ذكاء كبير للحفاظ على الدفاع من الحملات المضاده ولتهديد الفريق الخصم. على كل حال يعني اي نتيجه ما غتأهلناش في هذه المقابله هذه وما غتقصينا شيء. راه لا قدر الله حتى الا كانت الهزيمه راه غنوليو ننتظروا اش غدير في المقابله الاخيره. المقابله الاخيره تنقولوا الا تعادلات كرواتيا حنا باقي في الحظوظ ديالنا، ما كاين حتى شي اشكال. غيكون عندهم 2 ديال النقاط وغادي يلعبوا مع بلجيكا، وبلجيكا يكون عندهم 6 ديال النقاط، خصهم ينتصروا على بلجيكا، والانتصار على بلجيكا ماشي حاجه اللي هي سهله. وحنا غنلعبوا مع كندا، وكندا غيكون عندهم 3 ديال النقاط او غيكون عندهم نقطه. يعني الحظوظ غتبقى، غير هي كما قلت متفاوته. اذا احسن سيناريو اذا ربحنا داكشي اللي بغينا وربحات كرواتيا غتكون الامور اكثر يعني ايجابيا بالنسبه للفريق الوطني المغربي. ولكن ما نغرقوش في التفاؤل، ولكن خص هذه مقابله تلعب بحيطه كبيره وبحذر. صحيح انه غنبغيو ننتصروا، غنبغيو نهاجموا، ولكن خصنا نديروا الاحتياط، ما نطيحوا شيء في القوه ديال الفريق البلجيكي. وبالتوفيق للفريق الوطني المغربي.